السلام عليكم، اهلا بكم كل متابعين ملك الكره في كل مكان. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اطلاله جديده وسريعه ان شاء الله في ضوء المباريات النهارده اللي اتلعبت. طبعا يمكن انا بس بقول لوائل ابراهيم الزميل الاعلامي الجميل لنايل الكوره، برنامج نايل الكوره اللي كنت معاه امبارح، وكانت في النيل الرياضه على الهواء امبارح من 9 وربع ل 10. اللي انا قلته كله اتحقق. هو قال لي منتخب مصر وهيعمل مفاجأة وهيكسب السنغال. قلت له ده السنغال أقوى فرق المجموعة اللي احنا بنلعب فيها، وبالتالي صعب جدا ان انت تكسب السنغال. اذا كان موزمبيق اول مباراة اللي هي اضعف فرق المجموعة انت اتعادلت معاها، وانت اللي طبعا ايه زي ما انت عارف المباراة الافتتاحية احنا بننقي الفريق اللي احنا نلعب معاه. نقينا موزمبيق باعتبار اللي هو اضعف فرق المجموعة من وجهة نظرنا، اتعادلنا معاه. الماتش الثاني اتغلبنا من نيجيريا، الثالث اتغلبنا من السنغال، وانا سايب الماتش 3-0. اعتقد اللي هو خلص كده، حاجه تكسف. انا مش هتكلم عن محمود جابر واحمد بجاد اختاروا ازاي والكلام ده، انتوا كده انتوا خلاص عرفتوا اكتر مني. لما يكون واحد رئيس مؤقت ولا حتى ماسك لجنه مؤقته بيعمل تعاقدات 50 سنه، وده مش قانوني خالص. يعني ده مش قانوني، ولازم وزير الشباب والرياضه يتدخل في الموضوع، لان الكلام ده يعني الكلام ده غلط. انا كرئيس اتحاد كوره قاعد 4 سنين اعمل تعاقد 4 سنين، لكن ما اعملش 20 سنه. يعني عامل يعني حاجه غريبه جدا. دي نقطه نتكلم فيها باستفاضه، لكن ده برضه نداء للوزير اللي هو يتدخل في الموضوع ده. يعني ما وبعدين يرجع يقول لك اصل محمود جابر مين اللي اتعاقد معاه؟ احمد مجاهد يا باشا اللي اتعاقد معاه. اللي بيسال يعني احنا بنقول له الاجابه اهي. طيب، بالنسبه للنادي الترجي زي ما قلت له الترجي والزمالك جمهور كبير جدا جدا على ملعب الرادس، فبالتالي انا بقول للزمالك مش واخد على الجمهور، هيتخض وهيتغلب وهتبقى مشكله، لان عامل الجمهور هياثر على الزمالك، لان الزمالك او الفرق المصريه او الدوري المصري ما بتلعبش بجمهور. 500 واحد، 1000 واحد، 200 واحد، فما يعتبر ما فيش جمهور طبعا يعني خالص. فبالتالي انت لما تيجي تلعب قدام جمهور اهلي او زمالك او اي فريق هتتغلب وانت مغمض قولا واحدا. انت بتلعب من غير جمهور، اهلي زمالك منتخب حتى، هتتغلب. عشان بس ايه تبقى انت عارف. وده اللي حصل، الترجي كسب الزمالك 2، وبفضل الجمهور. عامل الجمهور طبعا، مش هقول الملعب لكن الجمهور طبعا اكتر حاجه. مش عايز اقول التشكيل، مش عايز اتدخل في الكلام. 4 3 3 4 4 2 3، يعني مش عايز اقول مش عايز افتي زي الناس اللي عامله نفسهم خبراء ويقعد او ولاد صغيرين طالعين يقول لك اصل 4 3 2، اصل مش عارف مين، اصل هو لعب مين، اصل ايه اللي حصل. الكلام ده مش صح، لان هو العالم كله بيلعب 4 3 3 او 4 4 2، وبيغير بقى حسب بغرة. ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 5 3 1 1، ممكن يبقى 4 4 1 1. يعني بتبقى العمليه حسب المدرب، لكن هو الخطه الناجحه او معظم انت بتلعب خارج ارضك، فبتلعب ممكن تلعب 5، وفي ناس بتلعب 4 4 2، وفي ناس بتلعب 4 3 3. يعني دي معظم خطط اللعب في العالم في اوروبا يعني، عشان بس ما نفتيش. طيب، النادي الاهلي تعادل النهارده مع سان داونز، وانا قلت برضو امبارح مع وائل وهو شاهد على اللي قلته. قلت له منتخب مصر مش هيكسب، صعب جدا، فرصته صعبه جدا اللي هو يتاهل. قلت له نتفائل ونعيش مع بعض اللي احنا متفائلين، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي تفائلوا بالخير تجدوه. ماشي، انا خليتني ماشي معاه في السكه دي، لكن انا عارف ان احنا مش هنكسب السنغال، لان السنغال هي اقوى فريق في المجموعه. ده حصل. نادي الزمالك زي ما توقعت برضو اتغلب من الترجي 2-0. النادي الاهلي قلت لازم يفوز على سان داونز عشان يبقى فرصته اكبر بعد الهزيمه مع الهلال. كده ماتشين اتعادل مع سان داونز واتغلب من الهلال، يبقى من 6 نقاط جمع نقطه واحده. من 6 نقاط النادي الاهلي جمع نقطه واحده. طيب، موقفه صعب. انا قلت حتى لو التعادل او الكلام ده كله، هو الاهلي هيبقى تاني. الاهلي عنده فرصه وعنده فرصه، بس هو يوم اسود، يعني يوم ازرق، يوم ملوش ملامح للكره المصريه النهارده. يعني منتخب الشباب، نادي الزمالك، النادي الاهلي تعادل على ارضه مع سان داونز، الزمالك بره ارضه مع الترجي. وكمان الاحداث الغريبه كمان، ومش عايز اقول ليفربول كمان اتعادل مع كريستال بالاس في مباراه اي كلام، اي كلام. فما كانش فيه توفيق للفرق او للعيبه المصريين حتى. تعادل 0-0 كريستال بالاس. ومش عايز اتكلم بقى على موضوع كلوب وصلاح، وده اللي انا قلته برضو مع وائل في النيل الرياضه. يمكن قلت قبل كده وانا باكده، قلت ان ليفربول مش هيلعب، مش هيبقى ضمن الاربعه الاوائل، هيبقى صعب جدا جدا اللي هو يلعب في دوري ابطال اوروبا. وبالتالي هيبقى فرصه صلاح، او هو قال لهم ان انا عايز امشي، مش عايز اكمل معاكم طالما انتوا بتحملوا لي الموضوع كله. النهارده لعب كوره، لعب اسيست جابكو، اللعيب اللي جايبه لنا كلوب ده اللي ما عندوش فكره، مضيعه وهي مفيش اثر كده، انفراد.
ولعب كرة اللي جت في العارضه، ولعب كرة جنب العارضه، ولعب كرة في الجو، يعني عمل اللي عليه. يعني صلاح عمل عليه اللي عليه، لم يكن خد احسن رجل المباراه. يعني انا ده اللي انا عايز اقوله النهارده، ومش عايز اتكلم في موضوع بعض الاقاويل ومرتضى منصور وقصه مش عارف ايه وايه اللي حصل، واللي هو اتأيد له شهر محكمه النقض. انا مش عايز اتكلم في المواضيع دي، لان الحقيقه انا ما بحبش القصص بتبقى يعني تكبر بالشكل المخيف دون. لكن هو اي انسان يغلط لازم يتحاسب، كبير او صغير. الحقيقه يعني ده اللي انا اعرفه، واتمنى ان شاء الله ان كل الناس تبقى يعني قلبها على الكره المصريه اكتر من كده. خاصه انا اعتقد ان جمال علام او مدير التنفيذي وليد العطار او الاعضاء مجلس الاداره، اعتقد اللي هيحاولوا يشتغلوا في الملفات الكبيره المهمه جدا للكره المصريه. وخاصه ان احنا بنعاين الامرين لما نيجي نلعب بره، والكلام ده انا قلته قبل كده برضو، اللي احنا عايزين نزود عدد الجماهير يبقى 10000 او 20000 في كل مباراه. وانا اعتقد الامن، يعني الامن محترم ومش مش هيبخل على كده. الامن الشرطه مع الشرطه العسكريه ما فيش مشكله، مع امن الشركه المنظمه هي برزنتيشن. اعتقد ان الدنيا هتبقى فيها سيطره اكتر من كده، والكاميرات والاشتراطات الامنيه موجوده. اشكركم على هذه الاستجاء او المشاهده، على حسن المشاهده. لكن انا بقول لكم ان الاهلي عنده مباراه سان داونز، حتى لو اتغلب، لو صادر الاهلي اتعادل هناك او اتغلب ما فيش مشكله، لكن يكسب القطن رايح جاي ويكسب الهلال هنا بنتيجه كبيره، هيبقى تاني المجموعه، واللي انا ما كنتش احبه. لكن ما فيش مشكله، ان شاء الله خير. الزمالك يقدر يعوض. نتمنى ان ده يحصل على ارض الواقع ان شاء الله. ونتمنى كل التوفيق للكره المصريه في المباريات والمسابقات وبتاع. لازم نتفائل، مش عايزين نحمل على بعض. وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله للكره المصريه، للاهلي الزمالك ومنتخبات مصر في كل الالعاب. اشوفكم ان شاء الله في اطلاله جديده وكواليس واسرار مع ملك الكره. سلام.